دي تقريبا هي ارخص مكنه تحضير اسبريسو من ماركه معروفه موجوده في السوق ومنتشره جدا جدا في عالمنا العربي. فتعالوا نعرف الاول سريعا المكنه دي بتشتغل ازاي وازاي فعلا اخد احسن نتيجه قهوه من المكنه دي. نختار طبعا نوع بن كويس وهنفك باسكت القهوه ونبتدي نحط القهوه جوه الفلتر. اهم حاجه وانت بتحط القهوه انك ما تحطهاش مفروله قوي ولا برضه تجيب مكبس كده وتقعد تكبس القهوه، لان المكنه دي مش بيجي معاها مكبس اصلا، لان مش مطلوب القهوه تكون مكبوسه قوي كده. احسن نتيجه هتاخدها لو بالمكيال بس فعلا قعدت انك تساوي وش القهوه لغايه ما يطلع وشها ناعم شويه كده لكن مش مكبوسه. اتاكد كمان انك ما تكونش سايب اي قهوه على الفلتر من بره. بعد كده ركب باسكت القهوه ولفه بالشكل ده. اتاكد ان المفتاح اللي فوق مظبوط على كابتشينو مش مظبوط على اي حاجه تانية، وابتدي شغل المكنه. وتاني حاجة محتاج تعرفها كويس عشان تاخد أفضل نتيجة قهوة هو إمتى بالظبط تفتح المفتاح اللي فوق ده. في ناس بتفتح المفتاح اللي فوق ده على سترونج من قبل حتى ما تشغل المكنة وتسيب المكنة تسخن والبخار عمال يطلع وتبقى طول الوقت البخار معرض للقهوة، ومجرد ما صوت القهوة يطلع في الكوباية بالمقدار المطلوب بتقفل المفتاح ده. وفي ناس تانية بتفتح المكنة وتكون قافلة المفتاح ده موقفاه على كابتشينو وتستنى لغاية ما اللمبة الحمراء دي تنور، وده معناها إن الضغط جوه المكنة وصل لأعلى ما يمكن. بعدها تبتدي إن هي تفتح المفتاح ده عشان تكون معرضة القهوة لأقصى ضغط ممكن، لكن المكنة دي مش مصممة لكده وفتحات الفلتر بتاعتها تعتبر واسعة شوية. فاللي بيحصل إن كل البخار المضغوط بيدور على أقرب مهرب يقدر يخرج منه وبيبتدي إنه يحفر زي نفقين صغيرين عشان يخرج من الفتحات دي. ولما بتفك باسكت القهوة بتاخد بالك إن في خرمين فعلا اتعملوا في القهوة. ده برضو مش بيديلك أفضل نتيجة. أفضل نتيجة بتكون إنك تكون في النص ما بين الاتنين دول، ما تكونش فاتح المفتاح من الأول خالص ولا تستنى لغايه اما الضغط يعلى جدا جوه المكنه عشان تفتحه. بنفتح المفتاح مجرد ما يكون في ضغط بسيط جوه المكنه، وده يا اما بنعرفه من صوت غليان المكنه. مجرد ما المكنه تبتدي تغلي شويه ويبتدي صوت الغليان ده يقل معناها ان البخار بدا يعلى جوه المكنه والضغط بدا يزيد شويه. وقتها بس ممكن تفتح المحبس حاجه بسيطه جدا يا دوب يعدي سرسوب بخار. لو لقيت القهوه بدات تنزل على طول انت كده مظبوط. لو لقيت لسه القهوه ما بداتش تنزل اقفل المحبس تاني واستنى شويه اكتر، والكلام ده هيتظبط معاك اكتر مع الوقت، وده غالبا هيطلع احلى كوبايه اسبريسو ممكن تاخدها من المكنه دي. زي ما انتم شايفين ده الفرق ما بين الثلاث كوبايات.